بما أنك خدمتي في البين سبور لمدة تفوق 8 سنوات، يقال أن هناك لوبي حقيقي جزائري داخل قنوات بين سبور. ماشي داخل قنوات بين سبور فقط، ولكن داخل دولة قطر. يعني من الجزيرة، بي إن، كاين يعني خدامين على ولكن هو واخا كاين يعني هذا اللوبي. نقدر لأول مرة غادي نقول واحد القضية اللي ما غتعجبش بعض الناس. هذا اللوبي قوته في ضعفنا كمغاربة. مهنيا نقدر نقول لك بإجماع أن جميع الزملاء اللي اشتغلت معهم لا في الجزيرة ولا في البي إن ولا اللي كاينين في الخليج من أفضل الإعلاميين على المستوى العربي. غاربة أوكي. من الأفضل على المستوى العربي مهنيا. وزعما لا أرمي وطننا بالورود، ولكن اللي كيمشيو لتما كيحمروا الوجه. فين كاين المشكل؟ كاين المشكل في اللحمة. نحن نطبق المقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض. حنا كمغاربة ما عندناش لوبي، كمغاربة ما كنفعوش بعضياتنا، كمغاربة ما كنعاونوش بعضياتنا، وكمغاربة إلا بغينا نضربوا شي واحد أول واحد كنضربوه هو المغربي ديالنا. وهذا ما يشكل ضعفنا ضعف المغاربة في دولة قطر. ضعفنا ماشي في قطر، في الخليج بصفة عامة. يعني نقصد في الإمارات، في السعودية، في قطر، فما عندناش داك القوة ديال داك. كاينش اتحاد ما كاينش. بالعكس حنا أخطر من هذا. هو ذاك راه كتلقى مغربي كيضرب في مغربي. أن يكون مهنيا لوبي مغربي مواسي. مهنيا. اوكي. كيف كانت العلاقة بيناتكم؟ شوفي العلاقة كانت طيبة طبعا، الله حرام. يعني مثلا نقدر نقول لك أنا مع حفيظ الدراجي كانت علاقتي به أكثر من طيبة. بالعكس كنشوفوا، كنذاكروا، كنضحكوا. كانوا عندي أصدقاء جزائريين. يعني ما كنتوش كتجبدوا شي المواضيع اللي عليها نقاط الخلاف؟ ما كناش كنجبدوها. يعني هما عارفين المواضيع اللي غادي يبرسطونا، ما كيجبدوهاش معنا. عارفين حنا بان كاين شي مواضيع تا هما راه عندهم مواضيع داخليه كارثيه، ماشي ما كنجبدوهاش معاهم. دونك ونقدر نقول لك واحد الحاجه. يعني انا في ذاك الفتره اللي كنت تما مع حفيظ كانت العلاقه رائعه جدا. واحد النهار عتاجه ما قال لي راسو واش حلم شي حلمه خايبه ولا انطلقته. يعني راه نقدر نقول انت براسك تفاجئتي كيفاش؟ لا بطبيعه الحال ماشي تفاجئت. راه نقدر نقول لك ما بدات حتى 2019 2020. علاش؟ واش كاين شي اجندات مخفيه؟ واش كذا؟ الله اعلم. ولكن السيد كان مزيان واحد الساعه هو يعوج.